مشاهدينا الاعزاء، اهلا بكم النهارده في عالم الراكت اللي هيكون فيه معانا نجوم وابطال بورسعيد. خلونا نرحب بيهم. خلونا نرحب بنجوم وكباتن بورسعيد ونبتدي باول لاعب. اهلا بيك يا كوتش. اهلا يا فندم، صباح الخير. صباح النور. اتعرف بيك. السيد زين العابدين. زين العابدين. منين من بورسعيد؟ من منطقه الضواحي. احنا اتشرفنا بيك النهارده في اسكندريه في شاطئ البروفيج. عايزين نعرف منك بقى يا كابتن، انت بقالك قد ايه بتلعب راكت؟ انا بلعب راكت بصراحه من حوالي 22 سنه. 22 سنه؟ بس بتاع فتره كبيره عشان طبعا ظروف الشغل وكده. يعني انت عايز تقولي ان ممكن الراكت بيأثر على اجواء الشغل او البيت او اي حاجه في حياتك؟ ممكن. ممكن؟ عشان الوقت. بعد كده بقى الانسان لما بيرتب حياته في مثلا تيم معين، بيبتدي مثلا ان هو يتفرغ بقى للرياضه. تمام. في بقى ناس معينه بيبقى مثلا راضي في حياتها على طول. تمام. بمعنى ان ما ينفعش يسيب يعني ممكن يسيب الشغل بسبب الرياضه. تمام. يعني بيبقى الرياضه عنده كل حاجه. يعني انت ممكن تسيب الشغل بسبب لعبه الراكت تحديدا؟ لا 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 مش شرط. لا 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 لا. بس انا سمعت ان هي ادمان، يعني ممكن تغير حياه انسان بجد يعني. طبعا مؤثره، حتى كمان عندنا في البيت عندي كمان. بس انا حاليا دلوقتي بسحبهم بجرهم ليا انا. طب اسالك سؤال تاني قبل ما انقل على اللعب اللي بعدك. المدام بتغير من لعبه الراكت؟ لا، ده انا علمتها. واو. يعني هي بتلعب راكت؟ علمتها وبتلعب. بتلعب معاها ولا بتتخانقوا في اللعب؟ لا 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 هي بتتخانق معايا. اتشرفت بيك يا كابتن، ويوم سعيد ان شاء الله في اسكندريه. اهلا بيك يا كوتش. اهلا بيك. اهلا بيك. اتعرف بيك باسمك وكل حاجه. انا اسمي نصر البينو. البينو. كام سنه يا كابتن؟ انا 41. بقالك قد ايه بقى بتلعب راكت كده؟ بقالي 6 سنين. 6 سنين؟ مش فتره كبيره، بس انت يعني حاسس ان ال6 سنين دول لعبت فيهم بجد، ولا حاسس ان مش هو ده اللعب اللي انت منتظره؟ انا بالنسبه لي ال6 سنين دول يعني غيروا مجرى حياتي خالص، لان كان قبل الراكت الوضع كان سيء. انما بعد الراكت انا حياتي اتظبطت كتير بجد. وبقى ليا اهداف وبقى ليا طموحات وحالتي النفسيه اتحسنت. يعني سبب رئيسي في حياتي في التقدم اللي انا وصلت له، الحمد لله، شكر الله على كل شيء، كان لعبه الراكت بصراحه. طيب ما تقول لنا كده هدف واحد من اللي انت خططته من ساعه ما لعبت راكت تحديدا. منظم وقتي، باكل كويس، ملتزم في مواعيدي، في الحاجات دي كلها انا كنت وحش فيها. تمام. انما من بعد ما لعبت راكت اخبار الدايت ايه؟ الدايت شغال، بس انت فاهمه بقى رمضان بيبقى جاي بخيره. أيوة. فاحنا لسه طالعين من رمضان. انا احب الصراحه. تمام. انا قبل رمضان كنت حاجه وبعد رمضان حاجه تانية، بس عامه احنا شغالين. هو ملوش علاقه على فكره، انا بس بزاولك. بس انا يعني انا عايز اسالك سؤال، هل ده بيأثر في طريات الراكت، ولا انت مش بتحسه عشان انت لعيب؟ لا 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 لا، بيأثر في الحركه، لان هي اساس الراكت ان انت دايما، يعني انا طريقه لعبي كده، لان انا دايما بتحرك او بعمل ترايات او الكلام ده، بحب اعمل كده. تمام. انا بالنسبه لي الراكت، يعني اللي قدامك بيحس بالتغير ده وفي التريات، بيحس ان في بطء في التريات. طبعا. صح. الحاله النفسيه للاعب اللي قدامي لما انا اجيب تراي او اعمل مجهود على الكوره، هو تركيزه بيزيد. فبالتالي اللعب بيحلو اكتر واكتر، بيبقى اكتف اكتر. واحنا اساسا بنلعب راكت عشان نشيل الضغط النفسي اللي جوانا. كلنا عندنا مشاكل طبعا، مفيش حد ما عندوش مشاكل طبعا. انما نلعب راكت انا بروح البيت ناسي انا عندي مشاكل ايه. صح. ما عنديش اي مشاكل، انا تمام. عايش يا كوتش. امين امين. انت منورنا في اسكندريه النهارده في شاطئ بروفيج. نورك، واحنا مبسوطين ان احنا معاكي. تمام. ومبسوطين طبعا باهل اسكندريه كلهم ناس كرام. تمام. واصلي الاصلي، وحاجه جميله، وبجد احنا قضينا كام يوم هنا في منتهى السعاده. شفتك وانا جايه الصبح بتلعب مع كابتن مرعب، عايزين تقول له كلمه بقى دلوقتي قبل ما ننقل عليه. انا كابتن مرعب ده بالنسبه لي، يعني انا مش هقول لك بقى، انا هقول لك اخويا الكبير، مش هكبر اكتر من كده. انما في جوه الميدان انا هقطعه. الله. هقطعه مش هسيبه. بس راجل محترم وراجل جميل وراجل كفايه الابتسامه بس، هو احنا جايين كده بيبتسم في وشك. تمام. بتبقى عايزه تاكلي كوره. بسبب كلمه هقطعها دي انا ادخله معانا في اللقاء دوت ونشوف هيرد يقول لنا ايه. كابتن المرعب من اسكندريه، غني عن التعريف طبعا، كلكم اكيد عارفينه. عايزين نعرف بقى هيقول لنا ايه في الكلمه اللي قال لنا الكابتن عليها انه هيقطعه في اللعب. رد يا كابتن. انا مش هقول غير كلمه واحده بس. صلح يا ابني. صلح يا ابني. الكلمه المشهوره للكابتن المرعب، صلح يا ابني. ولو قال صلح يا ابني انت مت كده. بمناسبه صلح يا ابني، احنا اللعبه ديت بيبقى فيها زي فرحه، ويبقى فيه زي
دايما يبقى واحنا بنلعب يبقى في حته فكاهه، تمام. عشان ما يبقاش اللعب اتم كده والناس اللي بتلعب تأدية واجب. فاحنا بنقول حته فكاهه من ضمنها ايه؟ ان مثلا لو واحد شاط عليا شوطه حلوه وعجبتني، فبروح جاي ايه قايل للي جنبه صلح يا ابني. هو بيصلحها لي، انا بروح زيها شويه زياده، هو من كتر ما بيضحك ومستقبلها بتروح جايه مكعبلاه وبيضحكوا فمطلع صلح يا ابني، يعني معروفه كده. احنا طبعا اتشرفنا بكابتن المرعب وليه لقاء خاص لوحده، بس انا حبيت ارد على الكابتن مع المرعب لايف. معانا اخر لاعب من بورسعيد، انت عارف بيك يا كابتن؟ كابتن ممدوح جمعه. انت منورنا النهارده في اسكندريه وفي شاطئ بروفيش تحديدا، وعايزين نشوفكم بقى يعني الايام اللي جايه كتير، ما تغيبوش علينا. عايزين نعرف منك يا كوتش، يعني لعبه الراكت تحديدا عامله ايه في حياتك؟ وهل هي تسمح ان انت تسيب بورسعيد وتيجي اسكندريه عشان تلعب هنا راكت؟ يعني هل هي فعلا تستاهل ان انت تعمل المشوار ده لغايه اسكندريه؟ اولا انا هكلم حضرتك، اسكندريه دي بلدي الاولاني. تمام. لان انا اصلا اسكندراني وكنت مهاجر في اسكندريه، ووالدي هنا من اسكندريه، وهاجرنا ورحنا بورسعيد، وانا بقالي اكتر من 45 سنه بلعب راكت، وراكت ده بالنسبه لي حياه. حياه يعني يستاهل مشوار من بورسعيد في لاسكندريه؟ اي حته الراكت ده بالنسبه لي حياه. يعني انا ممكن اسيب كل اللي ورايا واروح العب راكت. لعبت ماتش النهارده ولا لسه؟ لعبت ولسه هلعب. لسه هتلعب؟ محدد مين اللعيبه اللي هتنزل معاك النهارده؟ اللعيبه كلهم على دماغي، واللعيبه كلهم ما شاء الله عليهم. لاعب انت جاي هنا مخصوص وعايز تلعب معاه مين؟ مش هحدد مين، انا مش هحدد، هم كلهم اخواتي وحبايبي وعلى دماغي. بس اكيد لينا كل واحد ليه واحد عايز يوصل لليفل معين، او نفسه يبقى هو قدوه بالنسبه له، فعايز يلعب مع نفسه يلعب مع مين هنا من اسكندريه؟ انت بتحرجيني ده قدوه يعني انا ليا مثل اعلى. كلهم مثل اعلى بالنسبه لي، ما فيش حد معين، يعني هم كلهم اخواتي، كلهم حبايبي، كلهم اصدقائي، يعني كلهم لهم معزه خاصه في قلبي. واخد بالك؟ اللي نفسك تلعب معاه يا كابتن، مش سؤال صعب. نفسي العب مع اي حد. اي حد مفيش حد تحديدا؟ لا اي حد العب معاه، ولا اي حد هلعب معاه هتمتع. تمام. فهم ما شاء الله عليهم، يعني ما زي الفل ما شاء الله، حاجه جميله واحنا بشكرهم من خلالك بالاستقبال الجميل، بالاهتمام العالي، بكل حاجه كويسه عملوها معانا بصراحه، يعني بامانه يعني. تمام. عايز تقول حاجه مثلا لعيبه بورسعيد دلوقتي؟ لعيبه بورسعيد ما شاء الله يعني مستويات عاليه وكويسه جدا. الكابتن بينو اللي كان قبل مني بيكلم حضرتك ده عمل انجاز، اما يلعب في خلال 6 سنين ويوصل للمستوى ده حاجه بروفيشنال. الكابتن سيد اللي كان قبل مني لما يبطل لعب ويرجع تاني ويبقى في المستوى ده برضه انجاز. واخد بال حضرتك؟ فالناس دي عملت انجاز، في ناس في بورسعيد عملت انجاز، بلاش مده بتلعب راكت، لعبت راكت في فتره قليله بقوا بروفيشنال، حاجه جميله جدا يعني. وعلى سبيل المثال فريق سهورس ما شاء الله عليه، فرقه عاليه جدا، فرقه الطوفان بتاعت بورفؤاد، مجموعه بورسعيد، مجموعه راكت بورسعيد، يعني الناس ما شاء الله ما شاء الله في تطور في اللعبه، في ناس حابه اللعبه قوي، فبتدي كل اللي عندها، بتدي وقتها، بتدي كل شيء. واخده بال حضرتك؟ شكرا ليك يا كابتن، وشرفتونا كلكم النهارده. سيو، استنوني في حلقه جديده.